يا صباح الهنا والسعادة على كل واحد يوصل له الفيديو ده. إن شاء الله ربنا هيحقق لك كل اللي بتتمناه، يبقى يوم سعيد عليك يا رب، وتحقق كل اللي نفسك فيه، ستر وسعادة وهنا ورزق كبير ملوش أول من آخر. تعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ يومنا ونعمل أحلى طبق فطار أو عشاء. عندي طبعا الجبنة القريش بتاعتنا اللي في ناس كتير ما بيحبوهاش، هعمل لها شوية إضافات هخليها جهنمية. هنزل الأول عليها بكوباية لبن، أي نوع لبن بتحبوه، بخيره، جهينة. وهنزل بعد كده بمعلقة بابريكا، وهنزل بعد كده بمعلقة صغيرة شطة، وهنزل بمعلقة كبيرة حبة البركة. وهجيب يا إما الهاند بلندر بتاعي يا إما الكبة، أو أنا زي ما استعملت المضرب. أنا ما حبيتش إن أنا أهرسها هرس كبير قوي، أنا حبيت إن هي تبقى برضو محتفظة شوية، إن هي تبقى مش ناعمة قوي. يعني اللي عايز يخليها كريمي ممكن ياخدها لفة في الكبة أو الهاند بلندر. وطبعا كل ما هتحبيها كريمي هتزودي مقدار اللبن شوية. أنا طبعا حبيتها إن أنا أزود لها اللبن في المرحلة دي، زودت لها تاني نص كوباية لبن عشان تبقى أنعم وأطرى. طيب أنا دلوقتي عايزة بقى إيه، أظبط فيها شوية حاجات كده عشان أعرف أكلها وأنا نفسي مفتوحة. طبعا أهم من الشغل ظبط الشغل. وطبعا عشان نقول إن إحنا لقينا الطبطبة في الطبق ده، هنعمل شوية حاجات حلوة قوي فيه. هنعمل إيه بقى؟ أول حاجة هجيب طبق كده شيك حلو، لازم بقى أدلع نفسي بقى، مش أنا اللي هفطر أنا وحبايبي، فلازم أدلع لهم الطبق شوية. هقوم مظبطه الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه، حاطه عليه طماطم، حاطه عليه خيار. عايزه تقطعي طبعا فلفل اخضر، قطعي الخيار اللي انت بتحبيه بالشكل اللي انت بتحبيه قطعيه. تقدري ان انت تعملي مع الاكله دي حاجات كتير قوي وتفتح نفسك بحاجات كتير قوي. واحلى حاجه بقى رشه الزيت زيتون عليها في الاخر، هتخلي الطبق ده ولا احلى ولا اروع. تخيلي كده انت بتاخدي لقمه فيها كل الحاجات دي، وفيها الجبنه القريش اللي انت ما كنتيش اصلا بتحبيها. فانت هنا فعلا بالظبط لقيت الطبطبه. ويا سلام بقى على كوبايه شاي كمان، ويا اما بقى بالفينو يا اما بالبقسماط يا اما بالعيش السن. كل اللي عايز ياكل الطبق ده سواء دايت او غير دايت هينفعه. وبألف هنا وشفا، وصباحكم فل دايما يا رب، وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.